طالب صيدلة، أخبارك يا دكتور؟ ماشي بالعلاج والله. ليه كده؟ بتعالج من اللي بشوفه في الكليه والصيدليه. بتعاني من إيه كطالب صيدلة؟ من خط الدكاتره، كل دكتور فاكر نفسه دافنشي وراسم لي لوحه في الروشته دي شفرات وانا عليها فكها. إيه اللي بيضايقك من المجتمع كطالب صيدلة؟ الهطل اللي بيحصل في الصيدليه، اللي بيجي يقول لي عايز مرهم للحروق وادي الغطا بتاعه. فين يا عم المرهم ولا اسمه ايه؟ مش عارف، مش معايا والله. انا هتشل، ونقص الادويه في الصيدليه بتخلي الناس تتخانق معايا. إيه اللي خلاك تدخل صيدلة؟ عشان مجموعي ما جابليش اسنان ولا طب بشري، فما حبيتش اخش علاج طبيعي ويتقال لي يا مدلكات، او تمريض ويتقال لي يا سرنجه. يعني صيدلة مش سهلة؟ سهله؟ مفيش الكلام ده انا عايش حياتي تحت ضغط، ومش اي حياه، دي حياه عبوديه، ده انا 24 ساعه بمتحن. شايف نفسك فين بعد 5 سنين؟ يا بتضرب في الصيدليه عشان ما لقيتش الدواء اللي الزبون عايزه، يا اتجننت وبقيت بتعالج عند دكتور نفسي من اللي شفته في الصيدليه. وفي نهاية البودكاست ده تحب تقول إيه للمجتمع؟ الصيدلي مش بياع، ودكاتره الكليه ترحمنا عشان احنا عايزين نعيش حياتنا. وهتجيلي الصيدليه وروشتتك في ايدك، اسامي ادويتك في دماغك، واللي هيوصف لي ادويته هقطعه وهرميه بره الصيدليه. انتوا فاهمين؟